طيب فاكرين المشروع ده احنا عملناه مع بعض؟ ده كان تقريبا في الاول خالص. تعال نشوف هنعمل فيه ايه. هنطبق فيه موديفاير كويس. طبعا حركه الكاميرا اهي، دي الكاميرا بتاعتنا. لو انا جيت هنا رحت جاي عامل كيرسل سيلكت، هنا كيرسل تو سيلكتد، ورحت جاي منزل اعمل شيفت ايه ومنزل امتي. تعال نشوف بس نقدر نعمل ايه. ادي الامتى ايه. هنجيب الكاميرا نربطها بالجزئيه دي، نعمل كيب ترانسفورم. هنعمل اول حركه الكاميرا، بعدين هنشوف هنعمل ايه في العبوه. لو انا جيت هنا مثلا الامتي هنا، رحت جاي عامل هنا اي، وهنا رحت جاي عامل مثلا في اول الكي فريم هنا. تعالى نبدا في كي فريم واحد، خلينا مثلا ادي 90، ونعمل هنا اي، ونيجي في فريم 90 هنمسك الامتي بتاعتنا على حبيبي كده، ونعمل مثلا ايه ار واي، ونلف كده اهو مع ار زد، ونجيبها في الاول كده اهو، ونعمل اي. تمام. في نفس الوقت هنعمل كاميرا احنا عاملينها اي في الاول، ونيجي نمسك نعمل زد زد، ونجيبها نخليها تقرب من العبوه بتاعتنا، ونعمل اي. اصبح المشهد بتاعنا كده اهو بينزل ويخش على العبوه. طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ هو ده مش اللي انا عايز اعمله، انا شرحته ده قبل كده. تعال هنمسك العبوه نفسها، ونعمل هنا في فريم واحد نعمل اي، ونخش دلوقتي نقسم نصين، ونيجي هنا دور الجراف اديتور، وهنخش هنا هنلاقي في حاجه اسمها موديفاير. اول ما نخش على الموديفاير هتلاقي في حاجه اسمها نويز، هنشرحها تعمل ازاي. النويز دي حركه فضائيه، انا كنت شرحتها قبل كده في ريل، ولكن لازم اشرحها هنا بقى بما اننا احنا خلاص بدانا في الانيميشن. ادي نويز. اول ما نعمل نويز هتلاقيها يعني هي بقى فيها نويز فعلا، عامله زي النويز بتاع التايم لاين بتاع الصوت. لو انت اشتغلت في البريمير قبل كده هتلاقيها. طب تمام، ايه بقى اللي انا اقدر استفاده هنا؟ طيب اول ما فتحت هنا هنا بتلاقي حركات اللوكيشن كلها احنا عارفينها، عارفين مكانها طبعا، كل واحده بلون. لو خدت بالك دي لون احمر. طبعا كل اكسس احنا عارفين لونه ايه بالظبط. طب تعالى نشوف هنعمل ايه. هنا في حاجه اسمها سكيل، في حاجه اسمها سترينث، في حاجه اسمها اوفست، في الحاجات دي هنعرف ايه استخداماتها. بنيجي نعلم هنا كنترول ايه، ولو جينا على بلاش كنترول، لو جينا على اللوكيشن وعملنا سكيل كده اهو، هتلاقي اللوكيشن نفسه بيعمل سكيل لوحده. طب انا لو عملت سكيل كده هتلاقي برضو بيعمل سكيل لحاجه واحده، مش بيعمل كله. طب انا دلوقتي محدد كله وعايز اعمل سكيل لكل ده مره واحده. تعالى انا شايف دي المفروض تكبر شويه. تمام. بنضغط الت ونعمل سكيل، هتلاقي الاوفست ده بيتحرك. طب انا دلوقتي انا عملت النويز ده، انا عايز اشوف هو النويز ده بيعمل ايه. تعالى كده، اول ما بتعمل بلاي هتلاقيه بص طق طق طق، تلاقيه عنده روشه كده في نافوخه، يعني عامل زي الحمام. طب ايه بقى المفروض نعمله عشان اخلي الحركه دي سموث، يعني تخليها بطيئه؟ بمسك السكيل وانا دايس الت وبعمل كله عشان كله يتعمل معايا، ودي بكبر السكيل قد ما اقدر. وتيجي تشغل دلوقتي هتلاقيها بدات تعمل كده. شفت الحركه اللي بتحصل؟ ده موديفاير اسمه نويز. طب انا دلوقتي عايز اخليها بشكل تاني. ايه بقى الشكل التاني؟ ان انا احرك كل واحده. لو انا مسكت الاكس وجيت هنا على السترينث، طبعا ممكن اخليها عنيف شويه. لو جيت ابص هتلاقيها عنيف شويه، لكن سيبك، مش دي حتتنا، مش دي اللي احنا عايزين نقوله يعني. ماشي، بنيجي على دي ونيجي على الاوفست. انا مسكت اللوكيشن اكس، باجي على الاوفست هنا، لو انا رحت جاي مغيره السنه كده اهو. تمام، خلاص غيرت. تعال بقى شوف، هتلاقيها بتتحرك في اتجاه تاني. طب خلاص، نيجي برضو في الواي ونغير الاوفست بتاع الواي، بخليه مثلا على الاتجاه ده. طبعا انا بخلي الحاجات دي امواج داخله في بعض. هاجي برضو على الزد، لوكيشن الزد، بخلي برضو هنا الاوفست مثلا ارجعه سنه لورا كده اهو مثلا، عشان يبان هنا مثلا ايه، تطلع لفوق شويه. تعال بقى نمسك روتيشن، نعمل برضو الاوفست، هنحركه يمين شويه، نخليه برضو في النص كده اهو، بحيث ان هو ما يتقاطعش مع، يعني ما ياخدش نفس الشيب بتاع اي ايه اكسس تاني. تعالى برضو هنا نخلي دون، نخلي الاوفست بتاعه كده اهو مثلا، نخلي دي هنا. نيجي هنا برضو روتيشن، نخلي الاوفست برضو كده اهو. تمام. نخليها هنا اهو. برضو السكيل برضو كده اهو، السكيل خليها مثلا دي كده اهو مثلا. ادي دي الواي اكسس، هنخلي السكيل بتاعها كده اهو مثلا اهو الحته دي. هنا الزد اكسس، تعال الاوفست بتاعها خليها مثلا لحد هنا اهو. تعالى بقى نشغل. شايف الشكل بقى عامل ازاي؟ شايفين الحركه؟ اكنه كائن فضائي طاير في الجو. طبعا لو جيت بصيت هنا اهو، هو المفروض كان ده يبقى عالي شوية فوق كمان. لو جيت انا مثلا حركت، ما اعرفش بقى هي هتتعمل ولا هتبوظ مننا. اهي خلاص اتظبطت اهي، طلعت فوق شوية.
طبعا لو خدت بالك السكيل بيتعمل برضو، انا انصح ان احنا ما نغيرش في قيم السكيل. انا ممكن السكيل ده مثلا انا مش عايزه، ممكن اقفله، او اجي مثلا هنا في التايم لاين في السكيل. تعالى هنا السكيل انا مش عايزه اصلا، السكيل هيفضل يكبر ويصغر، انا مش عايز السكيل. طبعا هو السكيل بوظ الحته دي، لان هو المفروض انا من كنترول زد. خلاص انت في الاول يعني الغي السكيل، لما تيجي تشتغل الغي السكيل. انا مش عارف هو ده حجمه الطبيعي، انا دماغي مش مجمعه، مش عارف هو ده حجمه الطبيعي ولا لا. اصل انا اعتقد اللي هو ادام عامل استريتش كده، يبقى ده مش حجمه الطبيعي. ممكن مثلا لو جينا هنا مثلا هنا السكيل ده مش حجمه الطبيعي. تعال نقفل هنا، ممكن نعمل حركه تانية، اخلي دي واحد، خلي دي مثلا واحد، خلي دي واحد، فده حجمه الطبيعي. فخلاص كده اتظبط يعني معانا. بص، طبعا انت لو جيت هنا على دي، على الامتي، راحت فين الامتي دي؟ رحت جاي برضو راجع على فريم واحد ومغيرها فوق، خلي مكانها كده اهو. وتيجي برضو على فريم 90 هتخلي برضو مكانها فوق هنا اهو. هتلاقيها برضو اتظبطت معاك. هتلاقي بقى، بص الكاميرا. طبعا لو عايز تغير الهزه بتاعتها تخليها قويه شويه، هتيجي برضو تعمل هنا سيلكت اول. النوز عندك اهو. انت لو جيت عايز تخلي لا دي عنيفه شويه، بتصغر السكيل طبعا مع الالت، تضغط الالت وتصغر السكيل تاني. نيجي نبص هتلاقي برضو بقت اعنف شويه. في ناس بتحب تعملها سريعه، ناس بتحب تعملها بطيئه، حسب ما انت عايز تعملها ازاي. ده بكل بساطه الموديفاير بتاع النويز. وتفهم برضو ممكن تشوف هنعمل ايه هنا. مثلا السترينث ده لو خليته قوي شويه، طبعا مع الالت خليه قوي شويه، هتلاقيه بيلف عنيف قوي. طبعا انت محتاج تعمل حاجه زي كده في حاجه هتشغلها، مثلا كوره حاجه، يعني حسب ما انت عايز تعمل ايه. طيب انا خلاص كده، انا مش هشرح اكتر من كده في الانيميشن، مش عايز مثلا اتخن دماغك، لان لسه الليفلات الجايه ان شاء الله هنشتغل. يعني احنا كده خلصنا مستوى الانيميشن في بلندر من البدايه لحد التحكم في الحركه والجراف اديتور، وشفنا يعني ايه تايم لاين وكي فريم وجراف اديتور. يعني وشرحنا موديفاير في النويز. فيعني اتمنى تكون استفدت من الليفل ده. هو ليفل ممتع جدا، لانك انت تبدا بقى تشوف المشاريع اللي انت طبقتها ورايا، وتبدا تخش تعمل انيميشن وترفع بقى على الانستجرام عندك، وترفع على الفيسبوك وتعمل لي منشن وتقول لي شوف انا عملت. فضروري جدا تخش تعمل الحاجات دي وترفع لي وتقول لي مثلا انا عملت كذا. وطبعا انت ممكن تتحكم في الاضاءه بالانيميشن برضه. ممكن تعمل انيميشن للاضاءه، تخلي الاريا لايت تروح جاي لف، ممكن تروح جاي عامل مثلا جوبز لايت بالسبوت لايت، وتعمل برضه ايه، تخليها تلف وتعمل حركات كده. ده هنعمله ان شاء الله في الليفلات الجايه ولما نيجي نشتغل. اشوفكم على خير، واتمنى تكون استفدتوا، وما تنساش الدعم باللايك والكومنتات، ويعني وتعملوا شير، عشان انا بتعب جدا في اللي انا بعمله ده. فاتمنى الدعم منكم واتمنى التوفيق لكم. مع السلامه.